السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة أكل وتحلاية مع أم وليد. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل المنسف الأردني بس بالجميد السائل مش بالجميد الكركي. إن شاء الله ينالك إعجابكم، فلا تنسوني من الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. بسم الله وعلى بركة الله. عندي هون 2 كيلو ونص من لحمة الخروف، وعندي هون بطنجر الضغط. حطيت 3 كوب تقريبا من الزيت النباتي وحبة بصل مفرومة ناعم، وبروح فيهم على الغاز. بس يذبلوا عندي البصلات راح أحط عليهم اللحمة وأحركها إشي بسيط. طبعا أنا بحب طنجرة الضغط لأنها ما بتاخذ وقت طويل لحتى يستوي عندي اللحمة. وأضفت لهم المي السخنة طبعا، وراح أحط حب هال، راح أحط ورق غار. بس تغلى عندي طبعا الطنجرة هون أكيد رح تطلع زفرة اللحمة. بنشيلها بالمغرفة زي ما انتو شايفين هيك، وبنكبها طبعا. وبعدين رح أضغط الطنجرة لمدة 40 دقيقة تقريبا أو نصف ساعة. عندي هون في خلاط المولينكس رح أحط ما يقارب 2 كوب من اللبن الزبادي، طبعا يكون حامض بيكون أفضل. وعندي هون تقريبا 6 مكعبات من جميدكم معروف وعندنا هون بالأردن. وأضفت لهم كمان تقريبا 1 كوب من الشنينة وكوب من الجميد السائل. أنواع الجميد السائل كثيرة، أي نوع أنتوا بتحبوه بصير. وراح أخلطهم. أنا راح أخلط الكمية كلياتها. كان عندي تقريبا 2 كيلو ونص لبن، وعندي تقريبا نص كيلو شنينة، وعندي نص كيلو من الجميد السائل، وعندي 7 مكعبات أو 8 مكعبات زي ما أنت بتحبي من جميدكم. طبعا كيف ما كان بيكون أرخص شوي هاي من تكلفة الجميد الكركي، وطعمها بشهي ولا أطيب منه. بتمنى إنكم تجربوها. أنا هون خلصت الكمية كلياتها وراح أروح فيها على الغاز. راح أحرك وأترك، ما راح أضل أحرك طول الوقت. أنا هيك بعمل، بس بشرط إنه حركي بالويسك مش بالمغرفة. حركي واتركي وارجعي له كل دقيقتين وحركيه، وأنا بتحدى إنه ما راح يفرط اللبن معك. أنا كنت ناقعة طبعا 4 كاسات من الرز الحبة المتوسطة في مي سخنة. هون عندي في طنجرة حطيت زيت نباتي تقريبا 3 كوب، وغسلت الرزات وحطيتهم على الزيت. راح أملح، والملح على حسب الرغبة. وبعدين أجيب مي سخنة بعد ما أحركهم وأحطها عليها. المي السخنة أعلى من الرز تقريبا ب2 سنتي. كل ما زدت كمية مدة النقع كل ما قلت كمية المية. فحطيت المية عليها وكانت بارتفاع 2 سنتي تقريبا. وبس تغلى وتوصل المية لمستوى الرز بوطي النار على الأخير وبغطي الطنجرة. هون أنا حطيت بودرة الزعفران لأني بدي الرز أصفر، وممكن طبعا تستخدم الكركم، ما في مشكلة. هون أنا شايفين أنا رجعت للبنات وحركتهم كمان مرة، ورجعت للرزات وحركتهم، وهيك صارت المي على مستوى الرز. راح أغطيها وأوطي النار على الأخير. لحماتنا صاروا جاهزات، ولبناتنا كمان صاروا جاهزات، هيهم بيغلوا زي ما انتم شايفين. راح أصفي 1.5 كوب تقريبا من مية اللحمة بدون ولا بصل ولا أيات إشي، وأضيفهم على اللبنات. والله ريحة اللبنات بلشت تطلع. حركتهم زي ما انتم شايفين، ما في أي فرفطة نهائيا. إذا بتلاحظوا هون أنا ما أضفت ملح نهائيا، لأنه الجميد مالح واللبن مالح والشنينة برضو مالحة. بعدين انت بتذوقي، وإذا بده ملح بتحطي. حتى اللحمة أنا ما ملحتها لأنها رح تاخذ من ملوحة اللبن. حطيت هون برضو أقل من ربع معلقة من بودرة الزعفران حتى إنه يصير عندي اللبن أصفر. وإذا بتحبوا تحطوا لكم معلقة سمنة بلدية برضو بصير، بس أنا ما بحطها. هون حطيت اللحمة جوا اللبن غلوة واحدة معاه مش أكثر، لأنه كان مستوي صح. هون عندي جبت خبز الشراك وحطيته على الصدر، أسفل الصدر من تحت زي ما أنتم شايفين. حتى لو كان مقسم أو قطع ما بفرق عادي. بعدين راح أحط عليهم اللبن وخلي الشراك، أبلي الشراك باللبن. وجبنا رزاتنا لأنهم كانوا جاهزات تقريبا، قعدوا على الغاز بحدود الثلث ساعة مش أكثر. وحطيت الرز، بسم الله ما شاء الله. بدي أحكي لكم كل حبة زي ما بيحكوها بحبتها. بفردها وبحط الكمية اللي بدي إياها بالصدر. أكيد هاي الشغلات بتكون معروفة عند كل الستات. أنا طبعا قليت لوز
وفرمت بقدونس طازة فريش، وهي اللحمة طلعتها من اللبن وبدي أصفتها فوق الرزات. طبعا مع المنسف لا تنسوا البصل، بصل شرحات، عليه عصرة ليمون، وعليه معلقة سماق، ما أحكي لكم مع المنسف ما أطيبه، أو ممكن بصل أخضر. الأردنية بوكلوا البصل مع المنسف. حطينا اللوزات على لحماتنا ورزاتنا، وراح نحط كمان بقدونساتنا. بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله بالقريب رح نعمل منسف بالجميد الكركي، مع إنه أنا برأيي الجميد السائل أطيب من الجميد الكركي على المنسف، بس بضل الأكل أذواق، كل واحد شو بحب. حطيت البقدونسات، كانت أكلتنا هيك صارت جاهزة، وجبنا اللبنات وحطيناهم جنبهم، وجبنا البصلات كمان وحطيناهم جنبهم. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللبن ما في أيات إشي، يعني أنا مش ضروري أضلني أحرك. حتى ملحتهم كانت 100%، أنا ما ملحت نهائيا إلا الرزات، يعني ما احتجت ملح نهائيا في الطبخة إلا للرز فقط لا غير. وهيك كانت طبختنا لليوم جاهزة، ما أحكي لكم عن طعمها ولا عن ريحتها، وفعليا أنا بتمنى إنكم تجربوها بهاي الطريقة وتحكوا لي رأيكم. الله يديم علينا النعمة ويطعمها لكل مشتهي يا رب، ولا أطيب من هيك، وصحتين وعوافي.